الجهاز ده بايظ وده بايظ وده كمان بايظ واللمبه دي اتحرقت والمروحه دي بايظه. كل الاجهزه دي بايظه واجهزه اكتر منها بكتير، وكل يوم في جهاز بيبوظ. السؤال بقى، ليه الاجهزه دي بتبوظ؟ عمر افتراضي. الفيديو بتاعنا خلص، اشوفكم على خير الفيديو الجاي. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه وتسيب لنا تعليق وتقول لنا رايك فيه. يلا، كان معاكم جوده وده جوده صوت. سلام. استنى بس، رايح فين؟ احنا اي حد هنساله ليه الجهاز ده يقول لك عمره الافتراضي. ما جبناش حاجه جديده. يعني ايه عمر افتراضي؟ ومين اللي قرر ان الجهاز ده عمره الافتراضي كده؟ هو ده بقى اللي احنا جايين نتكلم عليه النهارده. انا جوده وده جوده صوت. التقادم المخطط، وزي ما واضح من اسمه كده التقادم يعني ان الحاجة تصبح قديمة او الجهاز يبقى قديم. المخطط هنا هو معناها ان التقادم ده او ان الجهاز بقى قديم مش بمحض طبيعته، لا هو كان مخطط ليه ان هو يبقى قديم. الشركة اللي بتعمل المنتج ده ايا كانت اسمها ايه، هي بتكون قاصده انه يقدم بشكل اسرع من العادي. تلاقي الموبايل او اللابتوب بتاعك فجأة البطارية بتاعتهم باظت. الطبيعي ان البطارية بتبوظ كده كده بعد فترة معينة، بس هي الشركة هنا بتعمل حاجة معينة تخلي البطارية تبوظ بشكل أسرع. يعني مثلا المعروف إن البطارية كل ما بتتشحن وبتفضى بتبوظ بسبب التفاعلات الكيميائية اللي بتحصل جواها، فبيبقى ليها عدد معين من الشحنات. فتبدأ الشركة تستغل الموضوع ده بإن هما مثلا يحطوا في اللابتوب أو الكمبيوتر ده بطارية صغيرة أو بطارية ضعيفة، فتبدأ أنت تشحنها كتير مرتين وثلاثة في اليوم، وده من غير ما أنت تحس كده يبدأ يأثر العمر الافتراضي. فتبدا البطاريه بعد ما كانت المفروض تبوظ بعد 3 سنين، لا تلاقيها باظت بعد سنه ونص. او مثلا تلاقي الموبايل بتاعك بقى تقيل وبيهنج ومش قادر يشتغل، وده مثلا بيحصل كتير في الموبايلات الرخيصه، الموبايلات اللي هي بتبقى فئه اقتصاديه مثلا، ان الشركه بتحط بروسيسور ضعيف. مع الوقت هي عارفه ان كتر الحمل على البروسيسور ده مش هيخليه يكمل شغل، خصوصا مع ان الابديتس بتنزل جديد. او مثلا تلاقي شركه عامله لك الموبايل ب 4 جيجا رام ويقول لك معاك تحديثات 4-5 سنين. الموضوع ده مش حلو ان انت معاك تحديثات للسيستم 4-5 سنين، لكن ال4 جيجا رام دول هو انت تعمل ابديت في التاني ويا دوبك انت كده خلاص مش هتلاقيهم قادرين يشتغلوا معاك ومش هيشغلوا لك الموبايل، او هتلاقيه شغال بقى مهنج. هل الشركه مش عارفه ده؟ لا، الشركه عارفه ده، وهي بتبقى قاصده بشكل ما ان هي تسيب حاجه في الموبايل ده او اللابتوب هي اللي تخليه يتعطل وتخليه يبقى قديم. ما تيجي نتكلم بصراحة، أنا فاتح الجامعة دي بيزنس، أفيد التعليم إنما المكسب نمرة واحد عندي. وعشان نكسب لازم نزود موارد الجامعة، رحلات، حفلات، مش هنصرف على الجامعة من جيبنا يعني. وعلى ذكر الابديتس بتاعت الموبايلات، ابل اتقفشت مره بتبعت ابديت يقلل من اداء البطاريه في الموبايلات القديمه علشان تشتري الموبايل الجديد. طلعت بعد كده اعتذرت. ابل اعترفت باللجوء الى الحد من عمر بطاريات هواتف الجيل السابق وابطاء ادائها حتى تشجع العملاء على شراء الموديل الجديد. بغض النظر عن الاعتذار، لكن فاهم الفكره نفسها ان انا ممكن اعمل اي حاجه بحيث ان انت موبايلك اللي يبقى معاك ده اللي انت شايف ان هو مكفيك وتمام ما يكفكش ويبدا يبقى قديم. او انك تلاقي مثلا التلفزيون بتاعك فجاه كده بقى بيطفي لوحده وما بيشتغلش بسبب مثلا المكثفات اللي جواه باظت او اتحرقت. ساعات بتوصل ان انت تكون مشغل تلفزيون وعاينه مثلا علشان انت جبت تلفزيون جديد، وبعد فتره تطلع التلفزيون اللي انت سايبه وعاينه شغال تشغله تلاقيه مش بيشتغل. بتفولي عليه ليه؟ مفيش حاجه. ده هو بس انا عارف هو دايما بس متعود انه يخضنا في البيت وانا ما بتخضش يعني. تاني، الحاجات دي كده كده بتبوظ، وطبيعي ان اي حاجه هيجي عليها وقت وتبوظ، بس الشركات بتتعمد ان المده دي تكون اقصر وان هو يبوظ بشكل اسرع او انه يصبح قديم بشكل اسرع، والشركات مش بتنكر ده. بل انت ممكن تلاقي اصلا على اللمبات الموفره اللي بتشتريها عدد ساعات عمل اللمبه دي، يعني يقول لك والله اللمبه دي تشتغل 100 ساعه، فانت بتبقى عارف ان اللمبه دي بعد 100 ساعه هتبوظ خلاص. هي الشركه اصلا قايله لك ان في لمبات شغاله بقالها اكتر من 100 سنه وموجوده عادي لحد دلوقتي وشغاله. 90 سنه اللمبه دي شغاله من عام 1899، يعني من 113 114 سنه. يعني الشركه بتتعمد تبوظ اجهزتها.
طب ما هي دي كده عيبه في حق الشركه دي. اكيد طبعا ممكن تبقى عيبه في حقهم لو اتعملت بزياده عن اللازم. يعني لو كانت تجربتك وحشه مع منتجات من نفس الشركه كل مره، غالبا هتسيب الشركه دي وتروح لشركه تانية. كل حاجه بتتعمل بذكاء بحيث ان انا احقق اكبر قدر من الاستفاده من غير ما ازعل العميل او المستخدم بتاعي. فممكن انا كشركه انزل منتج حلو جدا وكويس جدا وكل حاجه فيه تمام، فهحط فيه عيب صغير كده بحيث ان انا اقدم لك تجربه مميزه، بس افضل محافظ على فكره التقادم بتاعه الجهاز ده. فاعمل توازن، او ان الشركه تقدم لك ميزات حصريه في الجهاز اللي معاه او قيود بشكل ما بحيث ان انت ما تقدرش تغير من الشركه دي للشركه دي. ودي بتحصل كتير في موضوع الايكو سيستمز من اجهزه نفس الشركه وبعضها. واكيد الشركات اللي هتقدم تجربه سيئه في كل حاجه هتختفي مع الوقت. بمعنى كده ان لو الشركه بتقدم حاجه كويسه دايما ما فيهاش اي تقادم مخطط او حاجه زي كده هتكمل ومش هتختفي. المنطقي ان الشركه طالما بتقدم منتج حلو يبقى انا هشتريه وغيري هيشتريه وكل الناس دي هتشتري المنتج من الشركه دي، لان المنتج بتاعهم بيعيش سنين كتير قوي من غير ما يبوظ، بس هشتريه مره واحده وخلاص كده. مع الوقت بنبطل نشتريه لان خلاص انا مش محتاج، انا الحاجه اللي معايا مكفياني، مش محتاج كل سنه اشتري الحاجه الجديده، انا اشتريته مره وهو شغال كويس معايا. وده بيبدا ينعكس على الشركه بالسلب. مبيعات الشركه بتقل، ومبيعات قلت يعني فلوس اقل، يعني مفيش تطور في الشركه دي ممكن يحصل. فالناس مش هتشتري المنتج الجديد اللي هينزل من الشركه دي حتى لو كان قوي وبيعيش 10 سنين، لكن مش هشتريه لان التطور بتاعه مش بعيد قوي عن المنتج اللي معايا، فانا مش هشتريه. هبدا اروح لشركه تانية بتقدم لي جهاز متطور اكتر من الشركه دي. فبالتالي انتهاء لقصه شركه جميله كانت بتخاف على المستخدم بتاعها وبتديله حاجه ما بتقدمش. لكن هي دي المعضله، هي دي المشكله، هي ان الشركه لازم تكسب فلوس كتير علشان تبدا يبقى عندها قابليه للتطور، تفضل طول الوقت بتقدم لك جهاز بامكانيات اعلى، سواء بقى تلفزيون او عربيه حتى، وانت تروح تشتريه، وهي تفضل تكسب وانت تفضل تشتري، وهي تفضل تكسب وتطور وانت تشتري الحاجات المتطوره والعجله تدور. يعني تخيل معايا كده ان الناس كلها راحت اشترت اللمبه اللي بتعيش 100 سنه دي من شركه اللمبات دي، طب ليه الناس هتشتري لمبات تانية؟ ما خلاص، ما اللمبه دي شغاله بقالها كتير وما بتبصش، فخلاص طول ما هي شغاله انا مش هغيرها. بالتالي الشركه دي هتقفل لان خلاص ما حدش بقى بيشتري منها لمبات. ومش بس الشركه بتكسب عن طريق ان هي تبيع لك المنتجات بتاعتها علشان ده لوحده غالبا مش كفايه، لكن الشركه بتقدم لك الحل المثالي للتقادم. اكيد يعني مش هيسيبوك كده، الشركه هتقول لك احنا هناخد منك شويه فلوس زياده كده، مقابل الفلوس دي احنا هنضمن لك المنتج ده ان هو يعيش معاك من غير اي عيوب صناعه لمده 2 3 4 5 ايا كان بقى الضمان ده هيقدم لك قد ايه. ولما تبص على شروط الضمان اللي الشركه بتبدا تتفق معاك عليه تلاقيها بتغطي حرفيا العمر الافتراضي للجهاز. يعني اي حاجه تانية مش في الضمان. يعني مثلا لو الجهاز بتاعك اتكسر، لو الجهاز بتاعك جه عليه ميه اتحرق، او جاله كهرباء زياده، تيار كهربي زياده فبرضه حرق، كل ده مش في الضمان، ملناش دعوه، احنا بس بنضمن العمر الافتراضي للقطعه. وغالبا العمر الافتراضي بيخلص بعد فتره الضمان. يعني لو انت شاري ثلاجه ومعاها ضمان 7 سنين، فغالبا اول مره الثلاجه دي هتبوظ هيكون بعد ال7 سنين، لان ده عمرها الافتراضي وهم عارفين ان ده العمر الافتراضي بتاعها. طول ما هي شغاله في الحاله المثاليه ليها، مفيش كهرباء زياده، مش متعرضه لميه، مش متعرضه لاي مخاطر، هي هتفضل شغاله لحد 7 سنين وبعد كده تبدا تبوظ. ونادرا قوي بقى بنسبه قليله قوي لو باظ خلال فتره الضمان ويكون العيب فعلا عمر افتراضي. يعني الشركه بتاخد منك فلوس اضافيه على سعر المنتج لوجود احتماليه ان المنتج ده يبوظ قبل عمره الافتراضي الحقيقي ما يحصل، وده طبعا بيبقى نادرا، يعني مكسب اضافي للشركه. ولما بتيجي تصلح الجهاز بتشتري بقى قطعه الغيار بتاعته من مين؟ جس حبيبي الله يرحمه، ألف رحمة ونور عليه، من الشركة اللي بايعة لك الجهاز نفسه.
وانت اصلا بتيجي تصلح الجهاز بعد كل السنين دي مثلا على حسابك بعد فترة الضمان او لو ما خدتش الضمان خالص، انت بتيجي تصلح الجهاز بتاعك تلاقي سعر تصليحه قريب تقريبا من السعر اللي اشتريته بيه، فبتلاقي نفسك اوتوماتيك كده خلاص طب ما اشتري واحد جديد وخلاص. ممكن تشتري في قطع الغيار البديل الصيني، لكن بيكون طبعا اقل في الجودة وفي العمر بتاعه برضه. كل دي مصادر ربح للشركات عشان تقدر تكمل. بنعمل ايه بقى يا ابو حميد علشان نقدر نحافظ على الجهاز بتاعنا ان هو ما يبصش، او على الاقل نفضل محافظين على العمر الافتراضي بتاعه؟ والله اول خطوه وانت بتشتري المنتج نفسه، انت بتروح مع المنتج اللي جودته اعلى، حتى لو هتدفع شويه فلوس زياده لكن ده هيريحك على المدى البعيد، وطبعا هتاخد عمر افتراضي اطول للجهاز اللي انت شاريه. وحاول تحافظ على الجهاز اللي بتستخدمه من مسببات التلف، يعني مثلا كل الشركات دايما بتنصح بشحن البطاريه لحد 80%، ده يزود من عمرها الافتراضي. فانت خليك دايما ما بين ال 20% وال 80% شحن البطاريه بتاعتك، لا يفصل منك 0% ولا تشحنه لحد 100%. حاول دايما تكون مهيئ درجة حرارة مناسبة للجهاز اللي انت مشغله، يعني ما تجيش في مكان حر وتقوم حاطط جهاز اوريدي هو بيسخن، او مثلا حاطط الكمبيوتر بتاعك او اللابتوب بتاعك في وش شباك كل يوم بيجي عليه شمس. الحرارة دي عدوة المكثفات والمقاومات اللي بتبقى موجودة في الأجهزة الكهربائية. ما تستخدمش الموبايل وهو بيشحن علشان ده بيرفع درجة حرارته جدا، وبالتالي انت بتأثر برضو على المكونات الداخلية للموبايل وبتقلل من عمره الافتراضي. ولما النور يقطع حاول تفصل الفيش بتاعت الأجهزة الكهربائية عندك وما تشغلهاش غير بعد ما الكهرباء ترجع بحوالي 5 دقايق، ده تجنبا لان التيار ساعات بيكون جاي عالي وده ممكن يسبب في حرق الاجهزه. ولو بتستخدم لابتوب او اي جهاز فيه مروحه ومحتاج تهويه، فما تروحش تحطه على البطانيه مثلا او تحطه على مخده، لازم تحطه على سطح صلب علشان يكون فيه مكان للتهويه بتاعته. واخيرا انت لازم تعرف ان كده كده الاجهزه دي هتبوظ، وان هي كده كده ليها عمر وهتبوظ فيه، احنا بس بنحاول على الاقل ان احنا نوصل بيها ان هي تبوظ في وقتها، ما تبوظش قبل كده وما نلجاش للصيانه بدري، ونقدر نستفيد بيها باكبر قدر. والاجهزه معموله علشان نستخدمها، يعني ما تعينش الجهاز تقول لا مش هستخدمه علشان يفضل عايش معايا، لا انت كده كده الحاجات دي معموله عشان تخدم علينا وعلشان نستخدمها ونستفيد بيها، بس نستخدمها صح ونستفيد بيها صح. ولو وصلت لحد هنا فانت كده يبقى وصلت معايا لاخر الفيديو. اشكرك جدا ان انت اتفرجت على الفيديو للاخر، وان شاء الله تكون استفدت ولو بمعلومه واحده، دي حاجه هتسعدني جدا. ما تنساش بقى تعمل لايك واشتراك في القناه وتسيب لنا كومنت تقول لنا رايك في الحلقه، وتستنى الفيديو الجديد. انا جوده وده جوده صوت.